لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، كلمة الإيمان، أصل الدين وأصل الإيمان وأصل الإسلام. ولكن الشأن كل الشأن أن تفهم هذه الكلمة. كل من ينتسب إلى الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولكنها لا تمنعهم من دعوة غير الله، ومن الاستغاثة بغير الله، ومن الذبح لغير الله، بل من السجود لعتبة الشيخ. قد يجلس في المسجد بعد الصلاة ويذكر الله بلا إله إلا الله 100 مرة، فإذا خرج يريد أن يودع الشيخ يسجد على عتبة الشيخ سجودا، يضع جبهته على العتبة مودعا للشيخ. فإذا قلت له يقول لا، هذه مش عبادة، دي محبة الصالحين، أنتم ما تفهموا، هذه محبة الصالحين. لو كان يفهم معنى لا إله إلا الله لما خضع وتذلل لغير الله، لأن معنى العبادة عند عوام المسلمين الصلاة والزكاة والصيام والحج وكفى، ولكن حقيقة العبادة غاية الذل مع غاية الحب. من تذلل لغير الله كما يتذلل العبد لربه وخضع وأحب غير الله كما يحب الموحد ربه قد عبده. غاية الحب مع غاية الذل، لذلك يعتبر السجود من أعظم أنواع العبادة، لأنك في السجود حققت عبودية لا تحققها بغير السجود. عندما تضع جبهتك أشرف عضو في جسمك تضعها موطئ رجلك على الأرض تذللا لله. لاحظ ماذا يقول الإنسان في سجوده؟ يقول سبحان ربي الأعلى، لئلا يخطر بقلبه خاطر شيطاني، إنما سجدت لله لأن الله تحته. نفيا لهذه التهمة ولهذا الوهم شرع أن يقول العبد سبحان ربي الأعلى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قربا معنويا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فليكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب له، لأنه حقق العبودية تذلل لربه. ومن صرف هذا النوع لغير الله ناقض فعله قوله. لا إله إلا الله لها شروط، لا تكفي الكلمة الجوفاء، يجب أن تعلم شروطها: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد. يجب أن تتوافر هذه الشروط في لا إله إلا الله، وبدون علم وبدون أن تكون على يقين بأنه لا معبود بحق إلا الله، وقبل أن تكون صادقا مع الله، ودون أن تخلص لله العبادة وتقبل ما دلت عليه هذه الكلمة وتنقاد لمقتضاها، لا تنفعك هذه الكلمة الجوفاء. لذلك أشهد أن لا إله إلا الله كلمة عظيمة يجب أن تفهم كما فهمها من قبلنا واعتزوا بها، وبالله التوفيق.